السلام عليكم متتابعين مطبخ حسناء، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. إن شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطول العمر ونهاية الأحزان والمآسي في وطننا العربي. نقدم لكم هذا النهار إن شاء الله حلوة سهلة، هي حلوة ريبي من ذكريات الطفولة. هنحتاج لها كأس إلا ربع من الزيت، كأس إلا ربع من سنيدة، نصف كأس من رايبي هو مشروب بمذاق الرمان متواجد في المغرب، 125 جرام من الزبدة تكون درجة حرارة المطبخ، نصف كيس من البيكنج باودر أو الخميرة الكيماوية، فانيليا، قليل من الزنجلان، وتقريبا 3.5 حتى 4 كيسان ديال الدقيق، وتيبقى على حسب يعني كل نوع من الدقيق. صافي درت هنايا السكر، الفانيليا، الزبده ورشه ملح، وعادي نحاول نخدمها مزيان وندخل الزبده. بالنسبه لهاد الحلوى هي تجي هشيشه ورائعه جدا وبدون بيض واقتصاديه وسهله، يعني بالجراره ما غاديش يحتاجوا لا قطعات لا والو، والسيده اللي بغات ديرها بالقطعات يبقى ليها الاختيار. انا ندخل الزبده مزيان في السكر، ومن بعد غادي نضيف الزيت وباقي المكونات بالتدريج، ولا بد يعني يولي عندكم عجين كريمي ما بين الزبده والسكر بهذه الطريقه. وانا خليته بالعرض البطيء باش يبان لكم. الزبده عفوا كون ما كانتش بدرجه حراره المطبخ تيكون احسن. صافي دابا غادي نضيف الزيت، وغنحاول ندخل خليط الزيت في الزبدة مزيان، ومن بعد نضيف رايبي او مشروب الرمان، مشروب يعني محبوب الجماهير في المغرب، كلشي تيبغيه، مذاقه رائع جدا. فهاد الحلوى تجي ايضا رائعة ومذاقها زوين وفيها الريحة ديال الرايبي. صافي غادي نكمل انا بهاد الطريقة. والان غادي نضيف رايبي من بعد ما ولا عندي خليط كريمي، نصف كأس اي نصف علبة ديال داك المشروب. ممكن تضافوا كمية المقادير وديروا ربعة من الزبدة، كاس ونص ديال الزيت وكاس ونص ديال سنيدة وخمارة وحدة وفاني ورشة الملح، تقريبا كيلو ديال الطحين، ممكن اكثر ممكن اقل على حسب نوعية الدقيق. انا غادي ندير الدقيق ديالي تقريبا واحد 3.5 حتى 4 العرب، تيبقى على حسب نوعية الدقيق. غادي ندخل الدقيق بلا ما ندلك، فقط نجمع بحال الصابلي. فرق بينها وبين الصابلي انه ما كاينش البيض وكاين الرايبي. انا حصل على عجين اللي بحال عجين الصابلي، يعني رخو ولكن لا يلتصق. كما تشوفوا هذا هو العجين ديالي. الا احتاجيتو غبيرات ديال الطحين ممكن تضيفوهم. وغادي ندوزو للتشكيل. التشكيل اللي هو سهل، غادي ندير شويه ديال الدقيق على حسب عندي المدلك ديال الالومنيوم فتتلصق لي فيه وتتعذب. صافي غادي نطلق تكون رقيقه، غادي نرش الزنجلان وغادي نطوي بحال لاباط فيوتي تقريبا، وغنولي ندير الدقيق وندلق شويه، ومن بعد ندير الزنجلان ونولي نقلب بهذه الطريقه. انا تندير الدقيق فقط لان المدلك عندي ديال الالومنيوم تيلصق العجين، الا ما لصقت لكمش ما تحتاجوش الدقيق. صافي ودابا غادي نطلقها عادي جدا، ومن بعد نجيب جراره وغادي نقطع بهذه الطريقه، طريقه عشوائيه الاشكال كما كانوا تيديروا لها زمان، يعني ما بدلتش على الطريقه. ممكن نديروها بقطاعات، ديروا على شكل معينات بهذه الطريقه، وتحيدوهم وديروهم في صينيه وتدخلوهم للفرن. ياخدوا تقريبا ما بين 6 حتى 10 ديال الدقائق على حسب فرن كل سيده. في الاثناء اللي يطيبوا ترميوهم مباشره في السكر كلاصي اللي يكون يعني مغربل وهما سخونين باش يلصق السكر، ولا بد هاد الخطوه. ومن بعد تحيدوهم وتخليهم يبردوا وتقدموهم بألف صحة وعافية.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا من بعد ما وجد. تيجي رائع جدا، لذيذ وزوين ومذاقه روعه واقتصادي وسهل ودغيا تيوجد. الى عجبكم الفيديو كالعاده خليولي لايك واشتركوا في قناتي باش توصلوا دائما بالجديد.